امبارح الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف. الزمالك فاز على سيراميكا والزمالك بيعاني من ازمه كبيره جدا جدا. اكبر ازمه بيعاني منها الزمالك حاليا هي وقف القيد. وقف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب اللي هي 2.5 مليون دولار، رقم كبير جدا جدا على الزمالك. مش بس كده، لسه كمان مستحقات باتشيكو اللي هي 500 ألف دولار، رقم مش قليل. والمفاجأة سامسون اكينيولا اللي بيلعب في الزمالك هرب وساب الزمالك وطالب مستحقاته اللي هي 500 ألف دولار. سامسون ده كان بيلعب في فريقه السابق تقريبا فريق فنزويلي، كان بياخد 50 ألف دولار في السنة. اللي جابه الزمالك جابه ياخد 500 ألف دولار في السنة. هل ده مقبول؟ رقم خرافي، كأن الفلوس اللي بتاعت الزمالك دي فلوس لاقيينها في الشارع، كأن الفلوس ديت مش تعبانين فيها. طبعا مشكلة اكينيولا دي مشكلة كبيرة كده، الزمالك داخل في حسبة 4 مليون دولار وإلا القيد هيتقفل. طب دلوقتي الحل ايه؟ مفيش حل، هو مفيش حل غير ان الفلوس دي تتدبر وتندفع. بس طبعا عشان تفتح القيد ما تدورش على صفقات جديدة في الموسم الجديد. طب ايه الحل دلوقتي؟ مفيش صفقات جديدة. انت عندك معارين بره الزمالك زي ماجد هاني بيلعب في وسط البلدية، احمد محمود بيلعب باك يمين في الجونة، كل دول معارين، بالاضافة لحسام اشرف مهاجم البلدية. فلعيبة كويسة وانت عندك ازمة. حل مشكلة القيد واعتمد على اللعيبة الشباب بتوعك واللعيبة اللي انت اعرضتهم لأندية في الدوري، اخدوا خبرات يرجعوا الموسم اللي جاي وتاخد نفسك. كمان في لعيبة في الزمالك بتاخد ارقام كبيرة جدا، يعني عندك لاعب زي محمد عواد بياخد 18 مليون جنيه في السنة. ليه؟ عواد ما يستحقش الرقم ده ابدا ومستواه ما يأهلوش ابدا ولا حتى 10. اتفاجئت النهارده ان حسين لبيب عرض عليه 8 مليون دولار، برضه انا شايف الرقم كبير جدا وهو ما يستحقوش، بس ماشي لو وافق على 8 مليون جنيه معقول. ومحمد صبحي برضه حسين لبيب عرض عليه 7 مليون جنيه عشان يجدد، وغالبا محمد صبحي هيجدد لانه كان بياخد في الزمالك 2.5 مليون. فهنشوفه هيجددوا ولا لا. ده الحل، تحاول تخفض النفقات اللي انت بتصرفها. في لعيبه في الزمالك بتاخد ارقام كبيره جدا، عندك واحد زي ناصر منسي بياخد 18 مليون جنيه في السنه. انت لازم تخلص منه باي طريقه. جايله يعني عقد من البنك الاهلي، انا وجهه نظري اخلص منه، هو لاعب مش افضل حال ومش هيقدم لك اي اضافه جديده وبياخد 18 مليون، لا طلعه اخلص منه. مشكله الزمالك دي عايزه تكاتف سنه واحده بس، سنه واحده الزمالك يعتمد على الناشئين وعلى اللعيبه المعاره واللعيبه الموجوده حاليا، واللعيبه اللي بتاخد فلوس كتيره من الزمالك زي عواد او ناصر منسي او اي لاعب بياخد ارقام فلكيه اركنه، اخلص منه، بيعه عشان الزمالك يقف على رجله. ومشكله القيد ال 4 مليون دولار اتصرف فيهم وادفع فلوس القيد. سنه واحده هتقف على رجلك وبعد كده الزمالك هيقدر يرجع بقوه في المنافسه ويرجع يشتري صفقات تاني ويرجع يبقى عنده فلوس تاني. ده الحل الوحيد. لكن لو دخلت بقى في صفقات صعبه وحاولت تجدد اللعيبه موجوده عندك بارقام كبيره 30 مليون و40 مليون هتقع تماما الموسم اللي جاي. فدي فرصه لحسين لبيب والمجلس اداره الزمالك، اقفوا سنه واحده وكل مشاكل الزمالك هتتحل ان شاء الله.